السلام عليكم إخواني أخواتي، كيف انتم؟ مزيانين؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا مزيانين وبخير وبألف خير. وسمحوا لي على الانقطاع ديالي اللي دام واحد تقريبا 3 شهور ولا أكثر لظروف شخصية. واليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي معروفة عند الإسبان والشمال، وسهلين وماهلين كيجيو وصلان كيحمقوا. والمقادير تلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف. خليكم معايا مع المقادير والطريقه ديال التحضير ان شاء الله. وصدقوني هذا الريسكوس ما يخطوكمشي، كيجيو فنيونين وما كيجيوش شاربين زيت ابدا. هنايا عندنا في واحد البوله كنعملوا 2 البيضات، 6 معالق كبارين ديال الحليب، 6 معالق كبارين ديال السكر، واحد الفانيلا، واحد الخميره ديال الحلوى، الطحين على حسب الدقيق غتشوفوه معايا كيبقى خفيف. وعندنا 6 معالق ديال الزيت كنعملوها في الكسويله، كنعملوا معلقه حبه حلاوه والنافع وكنهرمشوهم وكنعملوهم في ديك 6 معالق الزيت يسخنوا يغليو شويه وكنزولوهم عاد كنضيفوهم على الخلط باش كيطلق داك النكهه ديالو. بغيتو تعملوا معاهم الليتشين او البرتقال كتعملوا واحد الفلانتشينو ولا الفلان العادي وكنخلطو غير بالضراب ساهل ماهل. هنايا ساهلين ماهلين وكنعملوا جميع العناصر مع بعضياتها وكنبداو نزيدو اللي كنخلطهم غير بالمضرب اليدوي تيدوب السكر والفلان وكلشي مع بعضيتو. وكنبقى نزيدو الطحين تدريجيا. هاد العجينه هذه سهله بزاف. وهنايا كنبقاو نزيدو الطحين. نتوما كنصور بواحد اليد كالعاده وكنخدم بواحد اليد ماشي سهل، يعني غنعطيكم الطريقه سهله وكلشي كيعرفها. شي حاجه تنصورهم، شي حاجات كلشي كيعرفهم. هنايا كنزيدو الطحين تدريجيا شويه بشويه. هنايا بعد ما عملت الطحين كامل حيت صعيب انني نصور ونزيد، هنايا كتبقى هكذا، كتبقى بحال العجينه ديال البويوز او بحال ديال الشفنج. هي كنخليوها نص ساعه ترتاح، اللي كنخليوها نص ساعه ترتاح كتشرب. ما خصهاش تكون خفيفه بزاف، ما خصهاش تكون ثقيله، هي كتزيد تتقل. المطحين على عينكم وميزانكم. هنا كنغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها جانبا واحد نص ساعه ولا اكثر شحال ما بغيتو نتوما، المهم على الاقل تبقى نص ساعه. هنايا بعد ما شكلت كنعملوا الزيت في المقله، ما كيشربوش الزيت. هنايا كنعتذر انا ما صورتش المراحل انني سهله كلشي كيعرف كيفاش يشكل بحال الشكل ديال لي بيني كيتشكلوهم على الطريقه هذه. والزيت يكون سخون، من بعد كتنقصوا البوطه مره حيت غيتحمروا لكم ومن داخل يبقاو بالعجينه. لذلك سخنوا الزيت مزيان ونقصوا البوطه مره حتى كيطيبوا من داخل وعلى برا كيجيو كيحمقوا، كيجيو مع داك الفلانتشينو كيعطيهم داك الصفوريات دي كيجيو غزلان. هنايا نعمل النص عملته في السكر كلاصي حتى كيبردوا، واخرين عملتهم مع السكر الحبيبات مع القرفه وكيجيو مزيونين واخا يبقاو غير بوحديتهم. الحلاوه ديالهم كتجي غزاله مضبوطه. وهنايا كنقدموهم بالصحه والراحه مع اتاي. واللي حبيتو ما قدرتش كيفاش ما فتحتش معاكم شي وحده، وان شاء الله ما تندموش عليهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم كيجيو كيحمقوا. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.